السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه افتتاحية الخير والبركة إن شاء الله تتحقق بها معاني ما يرجى من خدمة هذه الدعوة وتجديد مفاهيمها والاستفادة من المناسبات في ربط أمثال هؤلاء الشباب وغيرهم من طلاب العلم بمنهج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة أن وجود الأحباب أولا بالنسبة للفقير هو غاية السرور. ما شاء الله، حبيبنا علوي والحبيب شفيق والحبيب طه والحبيب أحمد والشيخ فيصل والشيخ مراد، السيد علوي جاء من تريم، وجودهم كلهم الآن في هذا المجلس المبارك هي أولا نعمة، فإن اجتماع الأحباب والإخوان تحصل بكثير من الخيرات. قال أحب لقاء الأحباب في كل ساعة فإن لقاء الأحباب فيه المنافع. سيدنا الإمام الحداد في شيء من كلامه يشتكي من فقد بعض أحبابه وإخوانه، فيقول وإخوان صدق أوحش القلب بعدهم، فلله ما لاقيت من حر فرقتي وما بعدهم عني ولا البعد عنهم بحال اختيار بل بقهر المشيئة. يقول في القصيدة الأخرى مظاهرة الإخوان أمر مقرر عليه يدور الشان فاستوصي بالخلي. فأول ما نذكر في هذه الافتتاحية قبل كل شيء جزيل الامتنان والتحية والتعظيم لأحبابنا وإخواننا الذين جاءوا من أماكن مختلفة لحضور أمثال هذه المجالس على بساطتها، لكن من باب التآخي والتعاون والشعور أن أمامنا مسؤولية. هذا الإمام الذي نحن نجتمع في حوليته سيدنا الحبيب أبو بكر أعلى الله درجاته في المقربين ونفعنا به وبسره وبسائر الصالحين من عباد الله وبالمحتفى بهم خصوصا في مثل هذه الأيام، سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الفقيه المقدم والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وكثير من الرجال الذين نريد أن يفهم الشباب. الفقير طالما كنت أسمع من سيد الحبيب أبو بكر أنه يقول نحن يعنينا أمركم أنتم. الناس في الزمان الذي نعيش فيه قليل حتى من بعض طلاب العلم من يكترث ويهتم لمثل هذا الذي نحن نفكر فيه أو نحاول أن نسير فيه. أذكر أن سيدي الحبيب أبو بكر في أول مجيئنا إلى ماليزيا سنة 2015 ميلادية عقدت حولية الإمام الحداد التي تعقد في كل سنة، وكان الحبيب بكر من ضيوفها ومن من يحتفى بمجيئه إليها. فرتب الحبيب زيادة على المجالس المعتادة حلقات علمية وأبحاث في ذات المناسبة وصميمها. ما شاء الله في الجلسة الأولى والثانية حضر كثير من الناس. جلسات الأبحاث وجدنا مثل هذا العدد، عدد محدود، فنحن متشوشين. الحبيب أبو بكر قال هذا نحن معتادون عليه، أن الأبحاث والدراسات والجلسات العلمية تخصنا نحن وتخص طلبة العلم حيثما كنا. فأول ما أريد أن يتسرب أو يصل إلى أذهان الشباب أننا نحن المعنيين بالثبات على مثل هذه المظاهر. البعض من الناس، وهذا مجلس الافتتاح نبين فيه الفكرة، بعض الناس يقول لماذا تعملون هذا؟ إيش تريدون؟ نحن لا نعتبر هذه الحولية وأمثالها مجرد تمجيد لشخصية الحبيب أبي بكر فقط أو لشخصية سيدنا الفقيه فقط أو لشخصية الشيخ أبي بكر فقط، لا، هؤلاء رموز ظهرت فيهم معاني حمل أمانة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم هو السر الحامل لسر القرآن ولسر الهداية ولسر الدلالة على الله، وخلف في أمته من يرث هذا العلم، في رواية هذا الدين، في رواية يرث، في رواية يحمل هذا العلم، في رواية هذا الدين من كل خلف عدوله. الله يجعلنا وإياكم منهم في عافية. لهم وظيفة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل واحد من أئمة العلم، من أئمة الصلاح، من أئمة المعرفة بالله، من رجال الدعوة، من رجال الولاية، إذا ذكر أو عظم نحن نعظم دين الله، نحن نعظم ملة سيدنا رسول الله، نحن نجدد ارتباطنا بالمناهج ولا سيما بالأشياخ الذين هم أسانيد هذا الطريق والارتباط بيننا
وبين من عرفنا من الرجال والشيوخ إلى الحبيب أبي بكر المحتفى به، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في العلم وفي التزكية وفي الأخذ وفي السند وفي مظاهر الإجازة والارتباط المعروفة عند أهل العلم. لا نقول أن هذه المناسبة مجرد إقامة حولية وقراءة تهليل وانتهى الأمر، ليست كذلك. لا نقول أيضا أنها حلقة علمية بالمعنى الحقيقي لأنها لم تستوفي الشروط، لكن هي محاولة للفت نظر، قال قبل قليل في القصيدة، للمستفيق، للذي عنده إفاقة. لماذا؟ لأن الحبيب أبو بكر هذا وأمثاله، أذكر أنه كان يقول لنا في بعض المرات لو لم يثبت الشيوعية في محلهم وفي بلدانهم ما وصلت الشيوعية إلى أقصى الأرض، إلى عدن هناك في اليمن وحضرموت. لو لم يثبت رجال المناهج المختلفة حتى أهل الخطأ والانحراف والنقض والقبض منهم ما انتشرت هذه المذاهب والأفكار في العالم. ولو كان يقول لو لم يثبت رجالنا أمثال الحبيب عبد القادر وغيره من الأئمة الذين ثبتوا في أصعب الظروف، أخرجوا من ديارهم، أوذوا في مهاجرهم، صبروا على منهج ثابت، ما كان الواحد منهم يتشوش ولا يتزعزع ولا يتبدل ولا يتغير ولا يتلون، نوع واحد ومنهج واحد وفكرة واحدة وطريقة واحدة وارتباط واحد من لدن الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى آخر من عرفنا من الرجال. كنا أمس نذكر للإخوان، قلنا لهم إذا ذكرنا أمثال هؤلاء السادة الفضلاء والعلماء كلهم الذين في الصدر كلهم ما شاء الله أخذوا عنهم، أمثال سيدي الحبيب أبو بكر، سيدي الحبيب عمر بن حفيظ متع الله به، سيدي الحبيب مشهور، سيدي الحبيب عبد الله بن شهاب، الشيخ مرعي، الحبيب عبد الله بهارون، وكل الرجال القائمين على هذا المنهج، وأمثالهم كثير في بلد جاوا وإندونيسيا. منهجهم ومشربهم وطريقتهم شعارها إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما أحد منهم يعلمك أو يحدوك أو يدعوك وهو يرجو منك شيء، بل يرجو لك كل خير. لذلك يقول الحبيب بكر في قصيدته من عرفنا عرفناه صار له مثل مالي، والذي قد تنكر ما يشوف النكالي بترد شروعه. عندنا البحر حالي من قلانا رعيناه لو يكون شر قالي، من أتانا مليناه لو يكون ظرف خالي. هكذا قال شيخي لي بحور موالي. من العلامات اللي تعرف بها رجال الوراثة وأهل الأمانة أنهم يفرحون بكل مظهر خير ولو لم يكن على أيديهم. من لم يصل إلى هذا المستوى ما بعدهم من رجال الوراثة. رجال الوراثة يفرحون بكل خير يقوم على يد أحد ولو كان في أقصى الأرض. ولهذا نحن سنحاول، وهذه السنة الثالثة في هذه المناسبة، لازلنا نحاول مع تضافر الأحباب والإخوان وما يتيسر من الوسائل والمجامع والمجالس أن نوصل رسالة أن الحوليات يجب كما تقرؤون في الملاحظة أن تجدد الارتباط، أن تجدد رسالة الأمانة، أن تجدد رسالة الإسلام. الحوليات يجب أن تكون لها عندما نحضرها ونجتمع فيها يجب أن تخرجنا ملآنين بالمحبة، ملآنين بالهمة. كل واحد منا إذا حضر حولية ولي من أولياء الله إيش ترجو؟ إيش تريد؟ فقط ترجو الاستجابة للدعاء، هذا مطلب طيب، لكن ما الذي ترجوه في حمل نصيب من العلم ونصيب من الخدمة ونصيب من الإيمان بالفكرة ونصيب من السير في الطريق إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحبيب أبو بكر كان دائما يكلمنا أن أزماننا ليست أزمان دعوة عامة بالمعنى الصحيح بكل وجوهه، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة مقدمة مفضلة وإعجاب، تأملوا، كل ذي رأي برأيه، كل ذي رأي، حتى طفل صغير يمكن أن يقيم عالم من أئمة الدين. لماذا؟ لأنه زمان إعجاب، زمان لايكات، زمان متابعات وفولورز لا أقل ولا أكثر. لذلك قال النبي عليك بخويصة نفسك، لو وجدت 10 أو 20 أو 30 أو 5 أو أكثر أو أقل اثبت واصبر وتحمل. ولطالما رأينا ورأى أحبابنا هؤلاء كم كنا نرى الحبيب أبو بكر عليه رحمة الله يتعب في ترتيبه، يتعب في أموره. اذكر أنه كان يعقد بعد بعض المناسبات والحوليات
ويقيم الجلسات للأبحاث من أمثالنا من الطلاب والشباب الصغار. هذه مرحلة عاد نحن ما وصلنا إليها. كان الحبيب يأتي ويجلس في سارية مسجد سيدنا العدني أمام اللي يتكلمون من طلابه، وكنا نرى يكتب. وإذا اللجنة هؤلاء المناقشين أغلظوا على الباحث أو شددوا عليه، الحبيب يقول هاته الميكروفون ويلاطفه ويأتي بأجمل ما جاء في كلامه ويقول نحن بحاجة إلى الأخذ بالهمة. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أننا مع المحاولات المتكررة في كل عام وفي كل مناسبة نحقق نصيب من الأمل الذي يرجوه شيوخنا ورجالنا. ما عندنا في الفقير شخصيا، ما عندي في هذا الذي أنا فيه فكرة مباهاة أحد أو جمع أكبر كمية من الناس. ما هو هذا المطلب. المطلب أننا نبين أننا نحاول أن نثبت على نفس الفكرة، على نفس المنهج، على نفس الطريق، على نفس الأسلوب، بالوسيلة المتاحة، بالطريقة المتاحة. يمكن أنا الآن حتى كلامي ما يفهمونه كله بعض الطلاب، لكن محاولة. وإن شاء الله تعالى مجيء أحبابنا هؤلاء واجتماعهم يدل إن شاء الله تعالى على أن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير. يقول سيدنا الإمام الحداد علامة الإذن التيسير. لو نحن نحسب ونرتب الذي يظهر بفضل الله من الاجتماعات وأثرها ما هو على قدر الترتيب ولا على قدر التدبير ولا على قدر الإمكانيات المتوفرة خاصة في هذا المكان، لكن ما دام هذا المكان أسس بأمر الحبيب أبو بكر وبهمته وبنيته وبرغبته، وكنا إذا عقدنا شيء من الحوليات والمناسبات نكلمه كان يجيب كلام كبير. مرة من المرات عقدنا لسيدنا الإمام الحداد حولية، قال قمتم بالواجب وسررتم خاطر الإمام الحداد بهذا اللفظ. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه الاجتماعات من أولها إلى آخرها سرور قلب الحبيب أبي بكر أولا، ثم سرور السلسلة وسرور قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن لا يفد أحد إلى هذه المجالس وهذه المجامع وهذه الاجتماعات وهذه الحوليات إلا ويقضي الله له جميع حاجات الدنيا والآخرة، ويجزي عنا أحبابنا ومن عاد سيأتي من الإخوان والدعاء والأحباب والمحبين ومن يخدم في أي وجه وأي مجال. أسأل الله أن يبارك في الجميع ويجبر خواطر الجميع ويسر قلوب الجميع. ويا رب لا يكون أحد منا إلا منظور مرحوم مسعود. بلغ أخبار هذه الاجتماعات إلى أرواح رجالنا في البرزخ ما تسر به أفئدتهم فيتوجهون به إلى الله، تعود عائداتهم علينا وعلى أربطتنا وعلى دعوتنا وعلى خدمتنا وعلى منهجنا وعلى قلوبنا فتصلح وعلى ما بيننا فنتعاون، ولا تكون مجالسنا ومجامعنا إن شاء الله تعالى إلا سرور واجتماع ومحبة وشعور بالمسؤولية المشتركة التي كلنا فيها في خندق واحد، خدمة لله وخدمة لسيدنا رسول الله. المطالب كبيرة والكلام كثير، لكن أسأل الله أن يجعل في ذلك بركة وكفاية. وأحبابنا إن شاء الله كلهم يتكلمون. الذي أراه أنه لا يمل التنوع في المتكلمين، لكن إذا أحد يطيل يملون أحيانا. أما إذا كل واحد أدلى بدلوه سبحان الله يجري الله على لسان كل واحد ما يسقي به قلوب فتكون كلها حلقة واحدة. كان يقول سيد الحبيب أبو بكر من المفاهيم الجميلة العجيبة، نحن الآن في مجلس شبه خاص، كان يقول سيد الحبيب أبو بكر يقولون في بعض الروايات ما اجتمع 40 إلا وفيهم ولي لله. قال إن لم يكن ولي متكامل الصفات التي يتحقق بها مفهوم الولاية الخاصة فإن سر الولي الواحد يفرق في 40. خشوع الولي في مجموعة، وصدق الولي في مجموعة، وشكر الولي لربه في مجموعة، وصبر الولي لله. قال مجموعهم يجتمع به سر ولي من أولياء الله. وظننا في الله تعالى وافر أننا ما ذكرناهم وعظمناهم إلا وهي علامة محبة الله تبارك وتعالى. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أنت مع من أحببت المرء مع من أحب. فيا رب حقق لنا هذه المطالب وجزي عنا أحبابنا هؤلاء خير وبارك فيهم. ومن بداية هذه المجامع نعتذر للجميع عن أي مظهر من مظاهر التقصير، إن شاء الله نبذل ما نستطيع. إن حصل شيء من أي تقصير فسامحونا وجزاكم الله عنا خير. وإن شاء الله أن رجاءنا وأملنا في الله سبحانه وتعالى أن لا يخيب أحد منا لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. أقول هذا الكلام وأسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير ويبارك في الجميع والعفو منكم.